نشب حريق في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية جراء استهدافها بطائرة مسيرة قادمة من إيران. وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن فرق الدفاع المدني انتقلت إلى موقع الحادث للسيطرة على الحريق في وقت شنت فيه إيران عدة هجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على مواقع متفرقة في الإمارات، من بينها منشآت نفطية. هذا وتعرضت ناقلة نفط إماراتية لهجوم بطائرتين مسيرتين أثناء مرورها في مضيق هرمز، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها. إلى ذلك ذكر موقع فلايت رادار المتخصص في الملاحة الجوية أن عدة رحلات جوية جرى تحويل مسارها من الإمارات نحو سلطنة عمان بعد رصد هجمات على المنطقة. وقال الموقع إن الرحلات الجوية دخلت في مسارات انتظار وتحليق دائري في الأجواء تزامنا مع شن عدة هجمات على إيران.